ولادنا الوقت ده بيحصل لهم لخبطة كتير جدا عن طريق السوشيال ميديا وغيرها. امهات كتير بتبعت لي ازاي اشرح فكرة الهوية الجنسية لولادي، ازاي اوصل لهم فكرة ان الجواز بيتكون من راجل وست، ازاي اوصل الفكرة دي خاصة قدام الحاجات اللي بتوصل حاجات غلط لولادنا. ببساطة خالص هقول له ان الله لما جه يخلق الكون وخلق ادم وحواء، خلق حتى الحيوانات ذكر وانثى. طب دي الصورة اللي ربنا عملها. في ناس عملت عكس اللي الله عمله، عكس الطبيعي اللي ربنا عمله. طب ينفع اوصل لابني واعمل معاه تدريب؟ خليكي معايا في التدريب ده. هجيب ورقة وارسم فيها مثلث ومثلث تاني وكمان دايرة، وهقول له ايه الحاجة المختلفة هنا؟ هيقول لي الدايرة. هقول له طب تعالى نعمل حاجة تانية، في مربع ارسم له مربع، بعد كده مستطيل، وبعد كده مربع تاني. اقول له ايه الطبيعي اللي هنا بيحصل؟ ايه الحاجة مش الطبيعية، الحاجة المختلفة. فهيجي عند المستطيل وهيقول لي ده اللي مختلف. طب حلو، هقول له ده المختلف يعني اللي شذ عن الطبيعي، حاجة شذت عن الطبيعي. الله سبحانه وتعالى عمل حاجة طبيعية، ان الجواز راجل وست، ماما وبابا، ذكر وانثى. في ناس شذت عن الطبيعي، شذت، ومن هنا بنفهمه كلمة شواذ، يعني شذوا عن الطبيعي. فهقول له ان انت ممكن تسمع الوقت اللي جاي اللفظ ده كتير قوي، لو انت سمعته خليك عارف هو جاي منين. طب هنعمل ايه كمان؟ فهنعلمه الفرق ما بين قوس قزح وكمان العلم بتاع الناس المختلفين اللي هم شذوا عن الطبيعي. العلم بتاع قوس قزح اللي هو بيظهر بعد ما الدنيا بتمطر كام لون؟ 7 ألوان. وممكن اجيب ورقة واخليه يلون في الورقة دي، وعلمه ان العلم بتاع الناس دي اللي هم شذوا عن الطبيعي ليهم العلم بتاعهم بيتكون من 6 ألوان، هم شالوا اللون اللبني. وبكده اكون وصلت له ايه هي الهوية الجنسية، وانه في نظام الله سبحانه وتعالى عمله للجواز بيتكون من راجل وست، ذكر وانثى، كمان دول ليهم علم، ودي حاجات مش تبعنا خالص.